بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي الحصة الثالثة في مادة الرياضيات للصف الأول الإعداد الفصل الدراسي الثاني، وهو إن عندك مثلا مثال نص أس 4 أس كمان 2 أس فوق الأس. ده معناه إن نص أس 4 مضروب في نفسه مرتين. الأس ده يعني مضروب في نفسه مرتين، يبقى نص أس 4 في نص أس 4. وده معناه برضو ان اللي احنا هنضرب ده اس دولت بنضربه في بعض، ده في ده اس في اس. ده معناه ان نص اس 4 في 2، يبقى نص 2 في 4 ب8، يبقى هيساوي 1 أس 8 و2 أس 8. ده الدرس اللي معانا. وهنكون معانا مثال تاني برضو ان هو 3/4 أس 2 أس كمان 2. هنحل ده ازاي؟ يبقى هيكون معانا 3، هنضرب ده في ده، الأس ده في الأس ده، يبقى 3/4 أس 2 في 2 ب4، يبقى هيساوي 3 أس 4 على 4 أس 4. 3 أس 4 في بيساوي 81، و4 أس 4 ب256. وده هيكون معانا اللي انت لو عندك كسر أس فوق الأس. وازاي هنكون حلينا المسألة معانا كده لو جات لنا في الامتحان؟ ده هتكون أبسط صورة. ونشوفكم إن شاء الله في الحصة الجاية ودرس جديد إن شاء الله. تابعونا.